بطل الصبح ولك علوش، سبقونا هان حصادي، هات البربيش والمنكوش، واسبقني الزوادي، هات البربيش والمنكوش. صباح الخير علوش. صباح النور. هي السيارة جاهزة يا سي فاتن والتلفلي. يسلموا ايديك. تفضلي يا سي فاتن، المردة حمراء، صحيح بلاستيك بس بيطلع شكلها حلو بالسيارة. شكرا. خلص حاجة. تسلموا شكرا. ميرسي. تسلموا شكرا. ايه زياد، ما قلت لي شو الموضوع المهم اللي بدك يعني فيه؟ حبيبتي بدنا نحكي مشان موضوع البيت. شو بو؟ يعني بصراحة أهلي ما كثير مستسهلين إنه يعطوني بيت المزة حتى نتزوج فيه. ليش بقى؟ لأنه هن تاركينه لأخي نوار اللي بأمريكا. وش معنى أخوك نوار اللي بأمريكا يعني؟ يعني بضل هو أخي الكبير. مو حلو إنه نحن نتزوج ببيت المزة وهو يكون. هلا أنا شو بدي بكل هالمبررات؟ أنا أصلا ما إلي خلق على الحكي الكتير، اللي على السريع شو البديل؟ حبيبتي البديل بيت مشروع دمر، شو رأيك فيه؟ نو واي. شو يعني نو واي؟ يعني أنا ما بسكن بالمشروع. يا حبيبتي بس ما أنت هلأ ساكنة بالمشروع. إيه مؤقتا ساكنة ببيت أهلي، بس لما أفكر أتجوز أكيد ما راح أسكن بالمشروع. طيب ماشي، بس شو السبب؟ زياد لا تلقي لي قلبي، قدران تسكني بالمزة ولا لا؟ بصراحة بالوقت الحاضر لا. إيه؟ وأنا بالوقت الحاضر ما بقدر ارتبط. على فكرة هاد قرار نهائي، يعني لا تفكر ترجع الخاتم أو تعمل وصاية، لأني أبدا ما بحب هيك حركات. عن إذنك. شو؟ لحشتي له الخاتم؟ إيه لحشته. لك يا ماما انت شو صار لعقلك؟ هذا رابع عريس بتطيريه من ايدك. رابع ولا عاشر شو المشكلة أمي؟ يا ماما هذا اسمه بطر، انت عم تتبطري عن نصيب 4 عرسان وكل واحد منهم احسن من الثاني وعم ترفضيهم بلا سبب. والله ما صارت. شلون يعني بلا سبب؟ طبعا بلا سبب. هاني مثلا ليش بطلتي عنه؟ هاني بخيل. هلا هاني بخيل؟ ايه بخيل، لكان معقولة أنا أجيب لي ساعة بعيد ميلادي حقها 2000 ليرة؟ أنا بدي ألبس ساعة ب 2000 ليرة ماما، مو معقول. طيب وعصام من شو كان بيشكي؟ أقل هدية كان يجيب لك إياها حقها 10,000 ليرة. صحيح عصام كان كريم بس ما كان يعرف يلبس، لكان معقولة يلبس لي جرابات بيض على صباط أسود؟ هلا بطلتي عنه لأنه لابس جرابات بيض؟ ايه امي ما قدرت اتحمل، اول ما شفت جراباته البيض زحل عقلي، نزل من عيني دغري. طيب ونهاد من شو بيشكي؟ على القليلة ابن وزير، لك حدا بيصح له ابن وزير وبيقول لا. ماما نهاد كان كذاب ومخادع. اوف، وبشو كذب عليكي بقى؟ قال لي انه ابن وزير الاعمار، قام طلع ابو وزير دولي لشؤون الاعمار. ايه وشو فرقت؟ المهم وزير. لا ماما بتفرق كتير، بعدين اذا من اولتها بلش بالكذب بعد الزواج شو بده يعمل؟ انا خلص نهائيا ما عاد اتدخل فيكي، عقلك براسك بتعرفي خلاصك.
ايه مثل ما عم بحكي معك، فسخت خطبتها من يومين. خلاص انت شو بدك بالقصه، انا بحكي فيها هلا وقتها كثير مناسب. لك ايه ما كل لك فكري، انا مو على الجماعه بيعزوني خير الله. انت حط ايديك ورجليك بمي باردة. روح. صباح الخير علينا صفاتنا علينا. السيارة جاهزة؟ لك مو جاهزه ليك ها 24. تفضلي. هي وردة مشان زيني السيارة كذا رواق. لك شو هاد أجدب أنت عم بقول لك مفاتيح هي السيارة. مفتاح السيارة لك عليكم مفتاح السيارة جاهزين كلها كل ما بشوفني بيعطيني وردة. آخ لو بصير اللي ببالي آخ. حلوة يا أخي حلوة. الأجنبي ما؟ ايه هاد الورد. هاد الدواء بتاخدي منه 3 مرات بعد الأكل. تفضلي. يسلم ايديك. قديش بتريدي؟ 150 ليرة. تفضلي هسه جبت لك كيس. عافية. تسلم ايديك. صباح الخير. صباح النور. مور. بلاقي عندك صبغة شعر؟ إلك؟ الله يسامحك، شو شايفتيني شايف؟ لا عفوا يعني مو قصدي، بس مشان هيك تفاجأت. شو اللون اللي بدك اياه؟ الوالدة كتبت لي رقم الصبغة هون لو سمحتي. تفضل. دخلك هي النوعية منيحة؟ ايه ممتازة ومجربة كمان، بس أكيد مو أنا اللي مجربتها. أكيد. ما شاء الله عليك، مبين لون شعرك طبيعي. عفوا؟ آسف أم زين، ما قصدي، بس كنت عم بمزح معك. اتس اوكي ما في مشكلة. حسابك 250 ليرة. تفضلي. شكرا. مرة تانية بكرر اعتذاري إذا تجاوزت حدودي. ما في مشكلة. شكرا. عفوا. انت واعدة حدا بهالوقت؟ لا طبعا. ايه قومي شوفي مين. مساء الخير أنسة فاتن. أهلين علوش. الست الوالدة موجودة؟ خير في شي؟ لا خير، بس حاب أحكي معك كلمتين. تفضل. مساء الخير خالتي. مساء النور. اهلين علوش. خير، في علينا فواتير مو مدفوعة؟ لا في لا فواتير ولا شيء. أنا جاي هيك بموضوع خاص شوي. موضوع خاص؟ تفضل تفضل اقعد ارتاح. لا معلش خليني واقف، ما بدي أوسخكم بتعرفي. معلش تفضل اقعد علوش. خير يا ابني، في شيء؟ خير إن شاء الله. خالتي أنا جاي أحكي بخصوص الأنسة فاتن. بخصوصي أنا؟ خير، شو بها فاتن؟ لا خير إن شاء الله، الله يجعله خير. أنا أخي اسمه نزير، مهندس، تخرج من الجامعة وخدم عسكرية، خالد جيش يعني. هلا هو موظف بالإسكان العسكري وعنده سيارة بيك أب حمرا دبل كابين. ايه خلصنا علوش، بدك تحكي لنا قصة حياة أخوك؟ طولوا بالكم علي شوي، جايكم أنا بالسيرة. طولي بالك عليه، خليه يكمل. كمل يا علوش كمل. أخي المهندس نزير كان مسجل على بيت ضحية قدسية، طلعت له مسجل عليها من زمان هو.
هلا البيت جاهز مفروش، ما في شيء، مو ناقصه شيء يعني، من الابره للميكروويف. بده يأجره يعني؟ لا بده يتجوز فيه. إيه يتجوز مين ماسكه؟ بصراحه هو شاف حضرتك مره وطلب انه يجي يطلب ايدك. شو؟ يعني اذا كان ممكن يجي يطلب ايدك ياخذ موعد. علوش انت طاقه مخك شي؟ ليش يا انسه فاتن؟ لك معقولة انا اتجوز اخوك انت؟ ليش شوفي يا انسه فاتن الله يسامحك، مو كلياتنا بني ادمين؟ وبتعرف تتفلسف كمان. طولي بالك، ما بصير هيك، طولي بالك يا فاتن. امي شو طولي بالك؟ ما ضل غير اخو الناطور يركبني انا؟ إيه بس اخو الناطور هذا مهندس وعنده بيت ضاحية السية وسيارة بيك اب. لك تضرب بهالشكل انت واخوك. اذا بتريدي يا انسه فاتن ما في داعي للغلط. لك وكمان بده يعلمني كيف بدي احكي. اطلع لبرا ولا اطلع لبرا. اطلع لحالي. اطلع لبرا. اطلع برا ولا اطلع برا طلع. الله يسامحك يا انسه فاتن، ماشي الحال، قسما بالله ما عاد اغسل لك سيارتك بحياتي. العمى؟ شو هالواطي؟ العمى بعيونه العمى. لك انا اوقح من هيك لسه ما شفت بحياتي. يا ماما ما بصير مهما كان الشاب فايت لبيتنا، ما بصير تقلعيه بهالطريقة هي. شو هالحكي؟ لك انا باي طريقه بدك اياني قلعه؟ بس ما كان في داعي لكل هالشي هاد، كلمة ورد غطا، ما في نصيب وخلص السيرة. معلش امي، هيك اشكال ما بتجي غير بهالطريقه، بعدين انا بعرف اكثر منك، ولا ليكون عاجبك اخو الناطور. خلص يا فاتن انا ما عاد احكي معك، يظهر صاير كلامي تقيل عليك كتير، تصطفلي. بالاخير انت هذا قرارك.